نزل على نتفليكس واحد من اهم افلام السنه، وهو فيلم جاي كالي من اخراج نفس المخرج اللي قدم لنا فيلم مارج ستوري، وهو نوا بومبيك. الفيلم حقيقي في نصه الاول كان عاجبني جدا لانه بيقدم لنا ممثل مشهور حقق مجد كبير في حياته وفي عالم السينما، ولكن للأسف على النقيض بنلاقي إن حياته وعلاقته بأقرب الناس ليه زي خط بنته وعلاقته بيها، كمان علاقته مع مدير أعماله وده أعظم خط في رأيي. كمان بنشوف إزاي قدر يحقق شهرته. ولكن أنا في رأيي يا جماعة تسلسل رحلة القطر ده كان أكتر من رائع، أخد حوالي نص ساعة أو 40 دقيقة وكان عظيم بالنسبة لي، وإخراجيا كمان الفيلم ممتاز على مستوى الصورة. لكن في النص التاني للأسف بعد ما التسلسل الرحلة بيخلص مستوى الفيلم بيقل في رأيي، على عكس ما كنت مهتم بكل تفاصيله. الأمور بقت أبطأ بالنسبة لي على مستوى الإيقاع، ولكن على مستوى تسلسل النهاية والنهاية كانت حقيقي حلوة جدا. الأداء التمثيلي أكتر من رائع من جورج كلوني، وده أفضل أدواره من فترة طويلة. وكمان آدم ساندلر، الراجل ده يا جماعة لما بيتحط في أي دور درامي بيبدع فيه. تقييم النهائي 7.5 من 10.